الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. صباح الخير يا حلوين. جود مورنينج عليكم كلكم، بونجور عليكم كلكم. النهارده بقى بكلمكم من قلب الحدث. انا من على السرير دلوقتي بما انه روتين وكده، فانا هبدأ معاك. هو روتين صباحي بس مش يومي. روتيني الصباحي يوم الجمعة، بما ان النهارده ما عنديش دروس، فبصراحه استغلت ان انا اصور معاكم الفيديو دوت. النهارده صاحيه بقى براحتي. صاحيه الساعه 10 مثلا، 10 وشويه وكده، فقلت بقى اما اصور معاكم. دلوقتي اول حاجه هعملها ان انا عايزه افتح الشباك بتاع اوضتي، علشان بصراحه جو النوم وكده مش عايزاه. هفتح واغير جو الاوضه وجايه لكم كمان شويه. وفتحت الشباك وزي ما انتوا شايفين كده الجو جميل جدا، جميل جميل يعني حلو. وكمان لما الهواء بيدخل كده اول مرة بيبقى حلو، بيغير الجو بتاع النوم والطاقة اللي فيه، زي بقى ما انتوا شايفين دلوقتي. سيبكم من دوت، لا ده انا كنت بذاكر فيه امبارح وسبته عشان هكمل النهارده. ازازة المية، انا بقت بالنسبه لي دي عاده مش لازم بعملها، بقت حاجه عاديه يعني. ان انا لازم كل يوم اول ما اقوم من النوم من وانا على السرير ببقى لازم اشرب ميه. لازم اشرب الميه، هي اول حاجه بتدخل بطني اول ما اصحى من النوم، من غير اي مبالغه، والله من غير اي مبالغه. دي بقى دي حاجه عاده عندي. وفي حاجه تانية بقى غريبه خالص، ان انا لو مش معايا ازازه ميه ممكن اقعد فتره طويله ما اشربش. فعشان كده مميزه في البيت ان انا دي ازازتي، وكل شويه لازم املاها واشرب ميه. هشرب الميه بقى اللي بشربها كل يوم دي وهرجع لكم تاني. ودلوقتي انا شربت الميه، وعايزه اقول لكم ان دي مش حتى في الفيديو خلاص، لا على فكره دي عاده مهمه جدا. كل البنوتات وكل حضراتكم كلكم يا ريت لو تتعودوا عليها، ان انتوا تشربوا الميه. هي اول حاجه تدخل معدتكم على الصبح، حلوه جدا. ده انت لو حضرتك بتعملي دايت او اي حاجه من غير دايت وبدايت، عاده مهمه جدا، يا ريت تمشوا عليها. معلومه في نص الفيديو. اول ما بصحى من النوم وافتح الشباك واشرب الميه، افتح دولابي وباخد فرشه سناني. بغسل سناني كل يوم اول ما بصحى من النوم يعني. فانا فرشة الاسنان بتاعتي لونها اصفر. ليه بقى؟ عشان بستعمل الكركم، خلطة الكركم اللي انا عملتها معاكم قبل كده للاسنان، تبييض الاسنان، عشان بستعملها بتخلي فرشتي لونها اصفر كده. ودلوقتي انا غسلت اسناني ورجعت فرشتي مكانها. ليه بقى بقول كده رجعتها مكانها؟ لاني بشيلها يا اما في دولابي، لازم تبقى في دولابي وفي الاوضه بتاعتي، مش بحطها في التويلت. دي على فكره حاجه مهمه، ويمكن الناس كتير قوي عارفاها، بس يا ريت يا ريت لو تعملوها على طول، تخلوا الفرشه بتاعتكم في الاوضه معاكم، او اي مكان بره التويلت، عشان بتلم جراثيم وميكروبات وحاجات خطر اصلا على البني ادم. فانا دايما ببقى بحطها معايا في الاوضه، وهي رجعتها مكانها. دلوقتي بقى انا بحب جدا لما اصحى احط، يعني بعد ما اغسل وشي او اخد الشاور بتاعي، احط ميه ورد، او بحب ان انا امرر تلجايه على بشرتي. بحب امرر تلجايه على بشرتي. ومادام انا بقى دلوقتي ما عنديش تلج، فبحط ميه ورد اهو، ببقى محتفظه بيها في التلاجة ساقعه. مش شرط نوع ميه الورد دوت، استعملوا اي نوع ميه ورد من عندكم. مفيدة جدا جدا للبشرة. اولا بتفتح، بتدي لون اصلا وردي للبشرة كلها. حطيها على بشرتك كلها وشفايفك، يعني رشيها وبسيبها تنشف. دي نصيحة تجميلية في نص الفيديو. بعد ما بحط مية الورد اللي انتوا كلكم حفظتوني بيه اصلا، زيت اللوز الحلو بقى. كلم كل فيديو كل شويه اتكلم عنه في الفيديوهات. زيت اللوز الحلو برتب بيه. باخد، مش بشتري اي كريم اصلا، هو دوت ميه ورد وزيت اللوز. بحط شويه على ايدي واعمل مساج للبشره بتاعتي والرقبه، علشان لازم برضو نهتم ان احنا نرتب رقبتنا، وعلى ايدي، وبرتب ايدي كمان. مش بحتاج اي منتجات من بره ولا اي كريمات ولا اي حاجه، مشغله على الاتنين دول. واكيد في حاجات تانية بس مش بحسهم مهمين عندي زي الحاجتين دول، هبقى اقول لكم عليهم في فيديوهات تانية. فكرة خطوة انك ترتبي بشرتك يوميا دي، كل يوم بعد ما تغسلي وشك او تاخدي الشاور بتاعك وتصحي، دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ودلوقتي ماما العسل وطنط ايه القمر والسكر كلهم
لا اله الا الله. بصوا بيتكلموا كأني مش بصور. صدرات معفنه. لقيتهم عاملين لي الفطار، ودي كان ودي احلى حاجه بتحصل في تمام. الروتين بجد والله. انا بحب الحاجات دي قوي في الروتين. طماطم. وطنط ايه بقى جت على الجرح، يعني هي فاهمه ان انا بعشق الشاي بلبن فعملتهولي. انت يا معفنه منتنه. وانا اصلا بحب. لا استني، احنا كده هنوصل. والله قالت لي انا بعت لك 4 طماطم. ايه ده؟ انا مديلك البلاستيكه دي فيها كام؟ هي اللي لقيته في الثلاجه، طلعت البلاستيكه اديته لها. خليتيني بعت اشتريت. خليهم يتكلموا، خليهم هم على فكره، خليهم. هي قالت لي انا مشروبي يعتبر المفضل الشاي بلبن على الفطار، بموت فيه على الفطار اصلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، عندي بصل. لا اله الا الله. بس عارفه عايزه ايه؟ عايزه طماطم بقى، عايزه انا مش هخلص الفقره دي ولا ايه؟ عندي بصل وثوم وبطاطس. خلاص يلا بعد السلامه. على فكره لا النهارده مش قادره اروح اجيب خضار. بص هم قصدهم ايه باللي هم بيعملوه ده؟ امال بتقولي معلش ده انت ايه، بقول لك ايه، مفيش معلقه اكل بيها الكنافه بتاكلي بايدك. يعني انتوا عندك صوابع رباني. الرسول عليه الصلاه والسلام بتاكلي بايدك صح؟ بيقول عليها شوك. ما تديني كلي بايدك، كلي في ايدك. ايه بقى بني ادم انت؟ انا المفروض بصور الروتين ودلوقتي بعمل الفطار وانتوا بوظتوا لي الفيديو. انت هتمثلي بتعملي فطار ده، انا جايبهولك جاهز. ايوه ما انا قلت لك انت اللي عاملاها بعمل لي. فطار. والله يا جماعه الروتين بتاعك ده الفيديو ده يتعمل. ابقي اتفرجي على الفيديو، ابقي اتفرجي على الفيديو وشوفي ان انا قلت ايه. ده انت ايه، شوفي ان انا قلت منها ولا تسجلينا في اي وقت. عارفه انا قاعده جنبك والله مش واخده بالي. طيب بصوا انا جعانه والله العظيم جدا يعني، امبارح ولا اتعشيت ولا اي حاجه، فانا هفطر يعني. افطر. طب مفيش معلقه طيب اكل بيها الكنافه؟ كلي بالمشبك جنبك اهو. اهو بيمسك. انت كملت لي معلقه، بالله عليكم دي معلقه تجيبها لي؟ معلقه كبيره. امال اجيب معلقه ايه؟ معلقه صغيره يا طنط ايه. لا عشان دي تعتبر حلوي يعني، الكنافه نوع من انواع الحلو. هتتكلمني في الاتيكيت بقى. خلاص ده الله انا يخليك. امك حبيبتي مش بتوع اتيكيت ولا بتوع مش قصدي والله. بايديا انا اكلت بايدي عادي، انا تمسكي دي شكرا. كده وهوب على بق واحد. الحمد لله. ميرسي يا طنط ايه، لا كتر خيرك والله، ميرسي. واحمدي انا ربنا. والله تاخدي بعضك وتغوري على السطح تفطري فوق على السطح مع نفسك. احنا غلطانين ان احنا قدرناها وعملنا لها شاي. انتوا بتاكلوا. طب خلاص يا جماعه، انا اتهزقت كتير قدام الكاميرا، فانا هضطر ان انا اسيبكم وافطر وبعدين ابقى ارجع لكم تاني. اقفلي. هي هتبلعك. دلوقتي بقى بعد ما انا اتروقت، بعد ما روقت نفسي، فطرت ورتبت وكل حاجه. يعني انا بالنسبه لي لما بروق نفسي بقى بروق ان انا اروق الاوضه بتاعتي واساعد ماما بقى. زي ما شايفين السرير مكان النوم، الستاره مش مرتبه عايزه تترتب. ديت الكرسي دوت عليه الشنط بتاع الدروس، على الشنطات بتاعه الدروس. دول يا اما بحطهم في دولاب يا اما بخليهم زي ما هم عادي خالص. بغير بقى من حاجه درس لدرس. وهنا لا هنا كويس لحد ما يا دوبك هحط الكرسي دوت هنا واقعد اذاكر عليه عادي. الارض انا لسه كنساها امبارح، بس ده ما يمنعش ان انا كنسها تاني النهارده يعني عادي. الباسكت عايز يترمى فيه الزباله، الباسكت ده انا بحطه في اوضتي، عايزه ارمي منه الزباله ديت. انا بقى دلوقتي هرتب السرير، يعني مجرد ترتيب بس، ان انا اطبق اللحاف، اشيل المخده كده. انا فرشه ملايه وغير كده فرشه كمان دفايه عليه. ماما دايما بتخليني لازم ان انا افرش الدفايه دي علشان اتدفى ماما حبيبتي. دلوقتي انا رتبت السرير بتاعي، لحاف بلون، دفايه بلون، مخده كبيره بلون، مخده صغيره بلون. كلهم الوان بس على فكره كلهم لايقين مع بعض. هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ هعمل ايه مش عارفه، هقول لكم هعمل ايه. بس قبل بقى ما انا اعمل ايه، لو انتوا لحد دلوقتي بتتفرجوا على الفيديو ما عملتوش لايك، مش معقول، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو مش مشتركين، ومن الزرار الاحمر تحت الفيديو سبسكرايب. ويلا بينا نكمل. دلوقتي بقى حان وقت ان انا اكنس الاوضه بتاعتي. ودلوقتي انا كنست ورتبت السرير، رتبت الترابيز. يعني الاوضه مش كبيره قوي وما فيهاش تفاصيل كتير، يعني حاجات بسيطه كده خلصتها النهارده. ودلوقتي حان وقت ان انا اسال ماما واشوفها بتعمل ايه. ماما بص يا ماما، عملت ايه ولا ايه اللي ناقص في البيت عايز يتعمل وكده؟ ليه انت عايزه تعملي حاجه ولا ايه؟ اساعدك يا ماما. عايزه تشتغل يعني؟
مش هشتغل قوي يا ماما، ما تصدقنيش. يعني انت ناوي على ايه طيب؟ شوفي ايه مثلا حاجة ناقصة في البيت انا اعملها. ماشي يا حبيبه قلبي، في عندك مواعين في الحوض مش كتير، مكان عشاء امبارح وفطار النهارده. ها؟ وعندك غسيل عايزه تنشر، غسيل عايزه تلم. اه وعندك يا ستي ما اللي هو انت انا غلطانة. السراحه والكومودين والشفرير عندي عايزه تتلمع، وازاز البيت كله. ماما النهاردة الجمعة يا ماما، يعني يوم للمذاكرة. بس كده، لا بس مش هطلب منك اكتر من كده بجد. بجد كفايه كده. ليه يا ماما؟ لا اطلبي، لا بجد حاسة ان انا كده ما هعمل حاجات لا، لا، بسيطة. كده كفايه. مش مش هتهد عايزه كده اتقل عليكي والله. عشان الدراسة وكده. لا، لا، سهلت مش مش عايزه عايزة. اتقل عليكي، مش عايزه اتقل عليكي. لا 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 يا ماما، لا لا. مش عايزه اتعبك يا ندى. زي ما انتوا شايفين ماما مش عايزة تتعبني، فما طلبتش مني حاجات كتير غير هو غسيل مواعين وترويق كده لباقي البيت والشوفونيرة والسراحة ولم غسيل وتنشير غسيل. ما طلبتش حاجات كتير زي ما انتوا شايفين. ممكن اعمل بقى الغدا ولا حاجة يا ماما؟ لا، 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 مش لازم الغدا، ممكن تساعديني بقى. لا هي ماما هتعمل غدا بس انا هساعدها برضو اقفي يعني. جنبي برضه عشان تتعلمي يا ندى. انا بعمل لمصلحتك يا حبيبتي. انا اتعلمت وخلاص اتجوزت خلاص. انت بقى الدور الباقي عليك انت بقى. عليا ايه يا ماما؟ لازم تعملي بايدك عشان تتعلمي، عشان لما تتجوزي ان شاء الله. بعد الشر. انا اتجوز قال ايه يا ماما؟ اتجوز ايه يا ماما الكلام ده يا ماما؟ سنة الحياة. ماما كفاية عليا كل ده، كفاية. انا عارفة ان ماما حبيبة قلبي مش هتخليني اعمل كل دوت اكيد، صح يا ماما يا حبيبتي، يا عسل يا قمر يا سكر يا اللي انا بحبك يا امولة. والله لو جبتي لي ايه. لا انا النهارده عملت اوضتي، وبصراحة يوم الجمعة دوت بحس شوفي بنت جيراننا شايله امها من على الشيل، ترويق وغسيل وكنيس وطبيخ وكل حاجه وتنشير لا احنا نمثل بقى يا كل ماما. حاجه. لا احنا عايزين نمثل بقى الامهات بتعمل ايه في بناتها. لا، تقعد في الشارع تتكلم مع الناس تنام وهي بنتها فوق فريره. والله كده في قلب الشارع من الاوضه دي للاوضه دي. انا عندي دروس، انا ماليش دعوه، انا عندي دروس وعندي مذاكره وضغط، عندي زمان ضغط. كنا بنشتغل وبندرس. ماما انت وطنط ايه ناويين تفضحوني في الفيديو دوت بكلام جارح جارح. لا يا جماعه انا هضطر اوقف لحد هنا. ماما انا كل اللي هعمله هنشر الغسيل والمه بس وافرش لك اي حاجه. ان شاء الله هنا. حاضر يا ماما حاضر. نعم. امك تعبانه يا ندى. امك تعبانه. بعد الشر عليك يا ماما. امك تعبانه يا ندى، يرضيك يعني نموت من الشغل؟ بعد الشر عليك يا قلبي. طيب يا حبيبتي اشتغلي بقى. هسيبكم دلوقتي واطلع انشر الغسيل ولم. تنشر ولا لم يا ماما؟ الاثنين. هنشر ولم الغسيل. وفي فرشه هنا طلعت. مش هذاكر النهارده كده. لا، 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 هتروقي وبعد كده تذاكري. ده كده هيبقى روتين يومي مش صباحي. ماشي يا جماعه انا كده طولت عليكم. هطلع اشوف الحاجات اللي هعملها فوق. هاخدكم فوق السطح معايا، اكيد عارفينه يعني، اكيد عارفينه، اكيد يعني ماما عايشه فوق السطح هي وطنط ايه. فانا هطلع معاكم بقى الم وانشر. حدثكم من فوق السطح اللي انتوا كلكم عارفينه. عشان ماما دايما بتصور عليه يعني، وطنط ايه. فده بالنسبه لكم اكيد مش حاجه جديده يعني، بس حاجه حلوه يعني. الجو جميل قوي فوق السطح بصراحه. دلوقتي الحمد لله الحمد لله ما لقيتش فيه غسيل كتير يعني، نعمه من عند ربنا اهو. يعني انا هلم دوت وهنشر، وماما في بقى دفايات وحاجات وبطاطين كده، حاجات بطاطين خفيفه يعني تحت، مش تحت في بيتنا، لا هي معلقاهم على السور. هلمهم برضو وهنشر حاجات تانية. اسيبكم بقى لحد ما انشر. يا ترى هتطلب مني ايه تاني؟ وهم دول البطاطين الخفيفه والمفرش اللي ماما منشراهم وعايزيني كمان المهم. وانا دلوقتي لميت الغسيل هاخده وانزل لماما هما والبطاطين. ودلوقتي بقى بعد ما زبطت نفسي وزبطت اوضتي وساعدت ماما وفطرت بقى وكل الحاجات ديت، هبدأ ان انا اذاكر بما انه يوم الجمعة بقى وما عنديش فيه دروس. مبسوطة ان ما عنديش دروس، بحس انه يوم عيد. فهبدأ ان انا اذاكر واشوف بقى الحاجات اللي ورايا، ولانه يوم الجمعة ده بنحاول ان احنا نلم فيه اكبر قدر من المذاكرة بما انه فاضي. وان شاء الله مش اخر فيديو روتين،
في بقى روتين مسائي وروتين يومي وروتين قبل المدرسة وروتين بعد مدرسة، يعني في كتير قوي، وانتوا تطلبوا مني انهي روتين عايزينه. وعجبتني قوي فكرة التمثيل اللي ماما انا وماما عملناها بعد بقى، هتعملي وتعملي وتعملي وكده. بتفكرني بالامهات ومع بناتها، يعني ده الحال الطبيعي ودي الحقيقة. عجبتني اول فكرة، وممكن نعملها مسلسل انا وماما، مش مسلسل طويل، لا يعني فيلم قصير كده انا وهي. اكون وصلت لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. بتمنى يا رب يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم كلكم. المفروض كان هيبقى مقتصر على حتة الصباحي، بس انا كل الحاجات اللي انا بعملها من غير اي مبالغة، هو دي الحاجات اللي انا بعملها من غير اي مبالغة خالص، ولا افورت ولا اي حاجة. هي دي حاجات عادية خالص بعملها كل يوم عادي. بس يوم الجمعة بيبقى فيه حماس ونشاط اكتر، بيبقى المذاكرة اكتر، بروق وبساعد ماما اكتر، لاني ببقى فاضية يعني اكتر. بيبقى يوم جميل. بس كده، وبتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واكون قدرت افيدكم من الروتين دوت. وان شاء الله انا بعيد الكلام اللي انا مش عارفة بعيده ليه. طيب اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بحبكم كتير 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 الى ما لا نهاية. باي.